بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. أخي الشماس، لازم تعرف أنت بتعمل إيه. لو طرحت سؤال، لو هنعينك تخدم في الكانتين، هتبقى لازم عندك دراية بأنك إزاي تقدم الأكل، إزاي يكون منسق شكله حلو. لو اتعينت في خدمة إنك أنت في الكمبيوتر، يبقى لازم عندك دراية بالاي تي وإزاي تستخدم الكمبيوتر. لكن الروح القدس بيقدم لنا حاجة تانية. في سفر أعمال الرسل أرادوا إن هم يختاروا شمامسة تخدم أرامل اللي ما فيش حد بيهتم بيهم من اليونانيين اللي أمنوا بالسيد المسيح. الحقيقة اختاروا 7 شمامسة يقول عنهم مملوئين من الروح القدس وكل حكمة، ويكون ليهم كمان صفات ويكون مشهود ليهم. وكان من ضمنهم رئيس الشمامسة استفانوس. عشان كده خلي بالك، خدمتك اللي انت بتخدمها مش خدمة موائد، انت بتقف في قدام جسد الرب ودمه، بتقف قدام الهيكل او بتقف جوه الهيكل. فلازم كل واحد يسأل نفسه ويراجع نفسه اذا كان خدمة موائد وخدمة الارامل تحتاج لناس مملوئين من الروح القدس وكل حكمة ويكون مشهود ليهم. فكم وكم خدمة رب المجد في هيكله قدام جسده ودمه. هل أنا قدوة؟ هل أنا مملوء من الروح القدس؟ هل عندي الحكمة؟ هل مشهود ليا؟ ولا الناس بتكون سبب عثرة بسببي؟